متشكرين عبده موتة، متشكرين الألماني، متشكرين رجالة المهرجانات، متشكرين لكل مغني أو ممثل أو مؤلف أو مخرج حاول يصدر لولادنا إن البلطجة بطولة. في بلدنا اللي دايما بنفتخر بيها على إنها أم الدنيا حصلت جريمة ما ينفعش نعديها كأنها مجرد خبر عادي. طفل اسمه أدهم في ابتدائي اتسحل واتضرب واتقتل، مش على إيد مجرم هربان، لا، على إيد أطفال زيه. 3 أطفال المفروض إن هم بيلعبوا في الحوش، مش حاملين سلاح، لكن للأسف السلاح كان متاح، مش سلاح لعب ولا خيال، لا، سلاح ناري حقيقي سايبه أب بدماغ مقاول في بيته، وكأن البيت ده مخزن سلاح مش مأوى أطفال. قانونا وجود سلاح ناري بدون ترخيص يساوي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب قانون الأسلحة والذخائر. بس سيبك من الترخيص، إنك تسيبه متاح لطفل دي جريمة إهمال جسيم، وممكن توصل للقتل الخطأ أو المشاركة في القتل العمد غير المباشر حسب ظروف القضية. لكن السؤال الحقيقي مش في القانون، السؤال إحنا بنربي ولادنا إزاي؟ فين الرقابة؟ فين القدوة؟ إزاي طفل يشوف إن العنف هو وسيلة للحل؟ المجتمع كله لازم يراجع نفسه، الإعلام، الأسرة، المدرسة، حتى إحنا فرد. العدالة مش بس حبس أو حكم، العدالة إننا نفهم إن التربية مش رفاهية، وإن السلاح مش أمان، وإن البراءة مش المفروض تندفن. رحم الله أدهم وجعل من دمه رسالة لكل بيت لسه فيه طفل ولسه فيه ضمير.